اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهارده النهارده انا عامل فيديو تحليلي على الناسداك علشان برضو نغير ما بين اليو اس 30 والناسداك، بحيث ان احنا اوريكم ان الاناليسز موجوده على كل البارامترز، موجوده على كل الفوركس، موجوده على كل الفيوتشر، موجوده على الجولد، موجوده على كل حاجه. فالنهارده انا هعمل الاناليسز بتاعي على الناسداك، وعن بدايه شهر جديد وحتى اسبوع جديد ولسه اسبوع تريدنج جديد. هشوف ايه الكي ليفلز اللي اقدر احطها علشان اقدر اتابعها في الايام اللي جايه. وخلي بالكم ان الاسبوع ده اسبوع خبر الان اف بي. اللي ما يعرفش خبر الان اف بي، خبر الان اف بي من الاخبار القويه جدا، بتطلع كل اول جمعه في اول شهر من كل شهر. وده خبر بيحرك السوق بطريقه فولاتيليتي عاليه جدا. اوكي، فالاسبوع اللي بيبقى فيه دايما ان اف بي بيبقى دايما اسبوع تبقى بترد او تبقى واخد بالك قوي كده وانت بتخش تريداتك. الاسبوع اللي ممكن يوم الاثنين تترد فيه، ده الاكسبشن الوحيد. يوم يعني التريدنج يوم الاثنين في اسبوع الان اف بي مسموح بيه. ليه؟ علشان بتبقى الفولاتيليتي والموبيليتي بتاعت الماركت بتبقى عاليه قوي اول ايام الاسبوع واول ايام الشهر بالذات. بعد كده ممكن تخش في الكونسوليديشن من اول يوم الاربع والخميس كونسوليديشن، بعد كده الجمعه طبعا خبر، فممكن تلاقي فولاتيليتي عاليه جدا. فعشان كده الميثودولوجي بتاعت او التعامل مع خبر الان اف بي بيبقى دايما انك يوم الاثنين والثلاث بيبقى ايام تريدنج، وايام تريدنج قويه فيها يعني موبيليتي عاليه او موفمنت عاليه. طبعا انا فاتح الشارت الاسبوعي بتاع الناسداك، وهبتدي احلله معاك واحده واحده كانه بحلله لنفسي النهارده يعني. فاول حاجه انا شايفها في الناسداك ان انت هتحط ان ده الديلينج رينج اللي احنا بنتكلم فيه. سوري، ده الديلينج رينج بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، من الهاي دي من الهاي دي لللو دي. تمام، فده يديني فين؟ يديني ده الباي سايد ليكويديتي هنا. الناس حاطه الستوب لوز بتاعها هنا، وفي ناس حاطه الستوب لوز بتاعها هنا، وفي النص دي منطقه ايه؟ منطقه الايكوليبريم. ده بالنسبه للهاي تايم فريم، البي دي ال بتاعتي او المناطق اللي انا عايز اشوفها في الديلينج رينج ده. فالديلينج رينج ده اداني ايه؟ اداني ادي هنا في باي سايد، وهنا في سيل سايد ليكويديتي، هنا في سيوله في الماركت قويه قوي. ادي واحد وادي اتنين، ودي دي منطقه الايكوليبريم. لو حب البرايس يعني يعمل اعاده تسعير او ينزل لمنطقه الايكوليبريم وبعد كده يرد تاني. خلينا ناخد واحده واحده كده ونشوف ايه اللي ممكن الاسبوع ده. زي ما قلت لكم قبل كده، اول حاجه تسالها لنفسك في اسبوع التريدنج: هل الاسبوع ده هيبقى بولش، يعني هيبقى طالع ولا هيبقى نازل؟ عشان تجاوب على السؤال ده ما بيجاوبش عليك كده عشوائي، لا، نقعد نعمل التحليل بتاعنا، ونقعد نعمل اناليسز، وتشوف بعينك الكي ليفلز اللي انت بتحطها. الكي ليفلز دي يعني المناطق زي الفير فاليو جاب او زي سيل سايد ليكويديتي. وكده بننزل على الديلي ونحط الحاجات دي بحيث ان احنا نبقى عارفين الويكلي بروفايل او البروفايل اللي هيمشي على بقيه الاسبوع هيمشي ازاي. ولما يجي عند نقط معينه زي اللي احنا حاطينها او الخطوط اللي احنا حاطينها، نبتدي ننزل على اللو تايم فريم، ومن اللو تايم فريم تقدر تخش دخلات، تبقى دخلات البروبابيلتي او الاحتماليه انها تبقى دخلات صح اكتر. تمام. تمام. خلينا نشوف ايه اللي حصل في الاسبوع اللي فات. ادي الاسبوع اللي فات، شايفين طبعا دي كانت فير فاليو جاب. البرايس نزل، عمل عندها اعاده تصحيح، وبعد كده ايه؟ رد منها تاني. هوريها لكم دلوقتي. دي الفير فاليو جاب هنا، شايفين الفير فاليو جاب ما بين الثلاث شمعات دول او ما بين الشمعتين دول. شايفين البرايس نزل عمل وكاية، وبعد كده رد تاني. ده على الويكلي. طبعا علشان نشوف البرايس عايز ويلنج يروح فين اكتر، دي فير فاليو جاب ادي اولانيه، تدينا انديكيشن لايه؟ تدينا انديكيشن البرايس نازل غطى اللي جاب ورد تاني. هل هيكمل ولا هينزل تاني ينزل الايكوليبريم؟ اللي يجاوب على السؤال ده حاجه واحده بس: في فير فاليو جاب تانية عند الايكوليبريم، البرايس لسه ما راحلهاش. طب هل البرايس ناوي ينزل لدي ولا هيسيب دي ويطلع؟ طبعا اللي يجاوب على السؤال ده حاجات كتير قوي. ان مبدئيا حاجه اسمها سيزونال تندنسي. سيزونال تندنسي يعني السيزون او التند او الموسم بتاع اليو اس اس ستوكس عامة بتبقى في الصيف او مع بداية الصيف، من شهر جون وجولاي واوجست او 6 و7 و8 بتبتدي في حالة هبوط. فده اول انديكيشن، يعني ده اول حاجة كده تخليك تبقى حاططها في دماغك، ان الايام دي او الشهور دي بتبقى شهور بيبقى الستوكس سوفر نازلة في او بينزل فيها او بيعمل فيها اعادة تصحيح. تمام، فده اول حاجة. تاني حاجة
بتشوف البرايس عايز يعمل ايه. خلي بالك انت البرايس هنا نزل، عمل كسر هنا اللودي او كسر الماركت ستراكشر هنا، وبعد كده طلع كسر فعمل لي ايه؟ بريكر. ده كده بريكر على الويكلي. فعلشان لو انا هاخد السيناريو ان هو هيكمل طلوع، فمش هيقدر. ممكن يكمل طلوع من هنا، بس الاوقع ان هو يعمل اعاده تصحيح في الفير فاليو جاب دي، لان هي عند منطقه التعادل. البرايس دايما يحب منطقه التعادل، وممكن كمان ينزل عندها. انا بقول ده لو في حاله الصعود. طب فلو في حاله الهبوط، في حاله الهبوط يبقى هيطلع لغايه ممكن يطلع يهانت الباي سايد ليكويديتي هنا، او يسيبها ويبتدي ينزل في حاله هبوط قويه جدا، علشان ده الاتجاه العام او ده السينونال تندنسي. ممكن يستجيب ليها وممكن ما يستجيبش. تعال نشوف المنظر على الديلي عامل ازاي، لان الديلي ساعات بتورينا حاجات احنا ما بنشوفهاش على الويكلي بوضوح. زي ما انت شايف كده على الديلي، يوريك الديلينج رينج اللي احنا معلمين عليه. ادي الباي سايد ليكويديتي هنا فوق اهي، والسيل سايد ليكويديتي هنا، وادي الايكوليبريم. الايكوليبريم كانت جايه مع فير فاليو جاب دي على الويكلي. ولو حبينا نعمل اكستنشن شويه كده، هتعرف انها كمان ماتشنج مع ماتشنج مع الديلي برضه في فير فاليو جاب قويه هنا. بلس ان في هنا فوليوم امبالانس عند الخط ده. الفوليوم امبالانس دي يا جماعه اللي هي الحته اللي ما فيهاش شمعه، شايفين؟ دي برضو فوليوم امبالانس. انا عندي هنا ثلاث حاجات قويه جدا تخليني اقتنع ان البرايس نازل. ايه هي؟ واحد، ان البرايس نزل بس عمل وكايه هنا، تمام. احترم سو فار الفير فاليو جاب على الويكلي. لسه هنشوف الاسبوع ده، النهارده اول يوم تريدنج اهو، هنشوف هيعمل ايه في الاثنين والثلاث، وبعد كده بقيه الاسبوع هينزل هنا ولا لا. ليه الليفل ده بالنسبه لي مهم قوي؟ ما هو ده الكلام اللي انا بقوله، عشان كده بنقول لك لازم تحط، او ليه لازم تحط الكي ليفلز بتاعتك، علشان الليفلز دي تقدر تراقبها، تعرف انت هتروح فين. يعني البرايس لو عايز ينزل هينزل لفين، يبقى عندك كده رؤيه. لو النزول، لو احنا نزول هننزل لفين؟ لهنا. ليه لهنا؟ علشان ثلاث حاجات. واحد، عندنا دي منطقه التعادل، دي منطقه الايكوليبريم. وبعد كده عندك فير فاليو جاب هنا على الديلي برضو موجوده. وعندك الفوليوم امبالانس على الديلي برضو موجوده. وطبعا في سيل سايد ليكويديتي، يعني الناس اللي حاطه الستوب لوس بتاعها هنا. فدي منطقه اكيد البرايس ممكن يحب ينزل يعمل عندها اعاده تسعير. السيناريو الثاني، لو البرايس هيحب ينزل، شايفين الفيرفل جبت؟ انا هشيلها من هنا دلوقتي. هوريكم الفوليوم امبالانس ده برضو من الحاجات اللي هنخلي بالنا عليه النهارده وبكره. ليه؟ لان ده قريب قوي. ده قريب قوي، ده تشوفوا ده اللي هيحصل النهارده وبكره. ممكن يطلع يعمل عنده اعاده تسعير، وبعد كده يروح اراد التاني، تمام. فالفوليوم امبالانس ده بالنسبه لي لسه نيويورك طبعا سيشن، يعني يا دوبك ما فاتحه بقى لها 10 مينتس مثلا، فلسه الاكشن ما حصلش يعني. بس انا عايز اقوله، بص المنطقه دي ممكن البرايس يحب إيه النهارده يوم الاثنين، يطلع يريبرايس عندها او يخبط في الاوردر بلوك كده. يعني لو ما احترمهاش يبقى ده الليفل اللي وراه. هشوف الليفل اول الاوردر بلوك ده. شايفين الليفلز اللي انا بحطها دي مهمه ازاي؟ لان انت بعد كده لما تيجي مثلا فتحت نيويورك سيشن، لقيت البرايس في الحته دي او في الحته دي، وبعد كده تنزل على اللو تايم فريم تيجي كسر ماركت خش سيل خلاص. يعني انت مستني ان الليفل ده هتشوف ايه اللي بيحصل فيه. اقصد ايه بالكلام ده؟ يعني تعالى ننزل على ال1 اور مثلا، ونشوف المنظر على ال1 اور ايه اللي بيحصل فيه. المنظر على ال1 اور زي ما انتم شايفين كده، البرايس كان في حاله هبوط، شغال في حاله هبوط. ده كان الايام اللي فاتت، اوكي. يوم الجمعه او قفله الاسبوع اللي فات، نزل عند زي ما دي الفير فاليو جاب وراح رد منها تاني. بص النهارده كسر الفير فاليو جاب اللي على ال1 اور هنا وطالع. طب طالع لفين؟ ما هو طالع يا اما هيهانت هيطلع الكي ليفلز دي. ادي واحد، الاثنين دول الفوليوم امبالانس اللي انا بتكلم عليه. فالحب البرايس يعمل يطلع يهانت هنا عنده، بالنسبه له دي كده باي سايد ليكويديتي، يحب يطلع يهانت عليها، وبعد كده ايه يعمل ريبرايسنج وينزل. او لو حب يكمل عنده هنا اول الاوردر بلوك اللي على الديلي، ممكن يطلع له بعد كده يكمل. طيب لو على اللو تايم فريم ما لقيتش فيه كسره ماركت ستراكشر، يبقى هو خلاص هيكمل طلوع ورايح بقى على الباي سايد ليكويديتي اللي هنا. يبقى احنا كده عارفين ان احنا لسه اتجاهنا صعود، مفيش اي حاجه. فانا قاعد براقب ايه بقى؟ انا قاعد كده النهارده يوم الاثنين والثلاث، قاعد براقب حاجتين. الكي ليفلز دي لما يوصل لها، فلما يوصل لها إيه اللي يحصل؟ اروح نازل على التايم فريم، على فريم ال 15 او ال 5 مينتس، اشوف في كسره ماركت ستراكشر. يعني طلع طلعه زي دي، وبص كسره ماركت ستراكشر ده اللي بتكلم فيه، كسر السوينج دي.
اول ما كسر سوينج دي ديسبيسمنت وبعد كده رجع لي تاني، يبقى انا هخش ايه سيل، وابقى ضامن ان احنا كده في كي ليفل مهم جدا ان هو ممكن يرد من عنده. لو ما حصلش ده ولقيته لا مكمل طلوع، يبقى خلاص انا عارف ان هو مكمل طلوع، عندي واحد واثنين 3 ليفلز قدامه ممكن يوصل لهم. فده كده بشكل مبسط جدا حاطط الكي ليفلز بتاعتك علشان تعرف تعمل الاناليسيس بتاعتك ريجاردنج للاسبوع اللي جاي كله. وزي ما قلت لكم بالنسبه للاثنين والثلاث بيبقى ايامها هيبقى فيها تريننج كويسه. يعني انت لو شفت على الهاي تايم فريم الكي ليفلز اللي احنا حاطينها، وبعد كده نزلت على اللو تايم فريم علشان تشوف ساعه النيويورك سيشن اللي بيحصل، فتقدر تخش صفقه يبقى فيها البروبابيلتي او الاحتماليه بتاعتها انها تكون كسبان. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.